أشهب بيه، انت انت طلعت رومانسي قوي. ده اكيد تأثير الروايات الرومانسية اللي بتقرأها. لا، ده تأثير العشق. لما حد يحب حد بجد بيعرف يقول الكلام ده. بس انت قلت انك مش بتحب يارا. طب مين الحد ده اللي كل الحب ده ليه؟ موجود. طب هو فين؟ وموجود فين يعني؟ موجود في قلبي وساكن في روحي. برضو معرفتش مين؟ وانت ليه مهتمة تعرفي بقى؟ يعني اعرف مين اللي قدر يخلي حضرتك تحبه كده. مش مهم تعرفي، حسي، ولو حسيتي هتعرفي. وبعدين انا عاوز انام. انا ما نمتش امبارح بسببك على فكرة. ايوه صح، وانا اسفة اني خليتك تفضل جنبي. اتفضل نام. انتي مش هتنامي؟ ايوه طبعا هنام. اتحركت طيبة وقعدت على الارض علشان تنام زي كل يوم، لكن اشهب قرب منها وقتها بغضب. قومي، مستحيل اسيبك تنامي على الارض تاني. امال هنام فين؟ على سريري، هو الوحيد اللي يستاهل انك تنامي عليه. قومي نامي عليه يا طيبة. مش هينفع، مفيش خدم بيناموا على سرير الاسياد. حلوة الجملة دي. أنا بتكلم بجد، يعني أنا لو نمت هنا حضرتك هنام فين؟ أولا أنا ممكن أنام على نفس السرير، بس طبعا ده إذا وافقتي. ولو مش هتكوني مرتاحة هنام على الشезлونج ده، بس حضرتك مش هتعرف تنام عليه وهيوجع ظهرك. اللي يخليكي تستحملي النوم على البلاط من غير فرش ولا غطا يخليني استحمل أنا كمان. نامي، تصبحي على خير يا طيبة. وانت من أهله؟ نام أشهب على الشезлونج وهي نامت على السرير، وهي مش فاهمة ليه التغيير الكبير اللي حصل ليه وإزاي بقى بيهتم بيها وبيعملها كويس. كانت بتدعي ربنا وقتها إنه يفضل معاها دايما كده. تاني يوم صحي أشهب من النوم وغير هدومه ونزل على تحت، وطيبة صحيت بعد شوية ما لقيتهوش. كان نفسها تنزل تسأل عليه لكن خافت وفضلت قاعدة مستنية. أما عن شيماء طلعت في الوقت ده بصينية الأكل. الأكل يا طيبة هانم. شوشو تعالي. ايه ده؟ ده اكلك. ايوه بس ليه يعني؟ وايه هانم دي؟ اشهب بيه وصاني ان اطلع لك الاكل فوق. واما ايه هانم دي فانا شايفه بقى انك بقيتي هانم خلاص، انتي مرات اشهب بيه. هو انتي مصدقه ده؟ الاول لا، بس دلوقتي مصدقه طبعا. انا مش فاهمه حاجه. الاول هو ما كانش مقتنع انك مراته، بس دلوقتي هو مقتنع. انا قلت لك قبل كده انا عمري ما شفت اشهب بيه مهتم بحد غير شهيره هانم. لما شفت انه مهتم بيكي زيها فده معناه ايه؟ معناه ايه؟ انه بيحبك يا بنتي. مستحيل طبعا، مفيش مقارنه. انا مجرد خدامه، وبالنسبه له انا كنت هخطف ابوه من امه. اكيد مش هينسالي ده. اللي بيحب يا طيبه بينسى. كلي يلا وانا هنزل بقى عشان عندي شغل تحت. قامت شيماء ونزلت، وطيبه قعدت تفكر مع نفسها. أشهب قال لي حسي، ولو حسيتي هتعرفي أنا بحب مين. إحساسي بيقول إنه بيحبني. معقول؟ أكيد لا مش بيحبني. وليه لأ؟ أنا جميلة جدا وأي شخص يتمناني، ومثقفة عشان خدامة. طب وإيه يعني؟ الشغل مش عيب. أنا قيمتي كبيرة جدا، كفاية إني بنت ناس طيبين. حسي بقيمتك يا طيبة، أنت جميلة بأخلاقك قبل ملامحك. أنا حبيته قوي رغم كل اللي عمله معايا. بس أتمنى لو أقوله إني بحب، لكن مش هقدر أقول كده. اتنهدت وقتها، وبعدين بدأت في الأكل. وبعد شوية وصل أشهب على البيت وهو مبسوط بنجاح الصفقة، وعرف كل اللي في البيت إنه هيعمل حفلة في الفيلا بالمناسبة دي، وهيكون موجود كل شركائه وأصحابه والناس المقربين منه. وبالنسبة للحفلة دي البنت اللي انت مقعدها فوق هتنزل تخدم فيها، انت فاهم؟ بس يا ماما يعني المفروض إنها مراتي. أيوة يعني هتعمل إيه؟ هتعرفي الناس إنها مراتك؟ هتقول لهم أنا اتجوزت الخدامة بتاعتنا؟ أشهب انت متغير قوي في الفترة الأخيرة دي، وانا ما بقتش مرتاحة للتغير ده. ما تنساش يا حبيبي ان البنت دي هي سبب في وجعي وألمي، وما تنساش ان دموعي مش بتنشف بسببها. بس اللي نحملها هي كل حاجة. لو هي غلطت بابا كمان غلط، ومحدش قال له يعمل كده. انت بتدافع عنها؟ هي لفت عليك زي ما لفت على باباك، سحرتك بجمالها الخبيثة دي. اسمع يا أشهب، البنت دي خدامة وهتفضل خدامة، وهتنزل تخدم على ضيوف اللي في الحفلة زي ما كانت بتعمل في الأول. واعمل حسابك بعد الحفلة ما تخلص هتطلقها وهترميها في الشارع. يا ماما بس أنا قلت كلمتي وانتهينا. يا أنا يا هي. ما كنتش أحب أحط نفسي في مقارنة مع الخدامة الحقيرة دي، بس للأسف انت اللي خليتني أعمل كده. ها هتختار مين؟ أكيد انت يا ماما، بس أبوس إيديك بلاش تخدم على الضيوف. لا يا أشهب، هتخدم على الضيوف وهتنزل وهتتهان كمان. ده آخر كلام عندي. أرجوك يا ماما بلاش علشان خاطري. انتهى الكلام يا أشهب. هتخدم يعني هتخدم. أشهب في اللحظة دي دمعة نزلت من عينيه غصب عنه. حاضر يا ماما، بس خليكي فاكرة إني عملت حاجات كتير قوي علشانك، وانتي رفضتي تعملي حاجة واحدة بس. اعملي اللي تعمليه.
سبق أشهب وطلع على فوق، وأول لما شافته طيبة كانت مبسوطة قوي إنه جه، ولكنه كان بيحاول يتهرب منها. أشهب بيه، مالك؟ باين عليك زعلان من حاجة. طيبة، اللي تطلبه منك ماما نفذيه فورا. حاضر، واعرف إني ما كنتش موافق، بس دي ماما. فهمتك، هي مش غلطانة، أنا فعلا خدامة. مر الوقت وجه ميعاد الحفلة. ابتدت الضيوف إنها توصل، وطيبة وشيماء كالعادة لبسوا اليونيفورم وابتدوا يضيفوهم. نزل أشهب وشاف طيبة وهي بتخدم على الضيوف، حس بنار جواه، كان متعصب جدا لكنه حاول يمسك نفسه على قد ما يقدر. صحاب أشهب جم ومعاهم يارا، فقربت يارا من طيبة وقتها. شايفة؟ هو ده مستواكي خدامة؟ اوعي تكوني فاكرة اني هسيب بنت تافهة زيك تاخد حبيبي مني، مستحيل. ولسه هتشوفي هعمل فيكي ايه يا غبية. طيبة نزلت دموعها وقتها من كلامها، لكن كملت ضيافة. قعد أشهب مع الوفد اللي كان عامل معاهم الصفقة، فجت طيبة وقتها بصينية المشروبات. اتفضلوا. شكرا. العفو. مستر أشهب، الخدامة دي جميلة قوي، خليك في حالك يا راشد بيه، مالكش دعوة بأي بنت في الفيلا هنا. قال كده وقال ما بينه وما بين نفسه، هي فعلا جميلة وأنا مش قادر، هموت من غير عليها. كل اللي في الحفلة مركزين معاها، حتى الأغبياء اللي اسمهم مالك ورامي، أنا اللي خلاني أعزمهم بس. مستر أشهب، بتفكر في إيه؟ لا أنا معاك. العصير يا مالك بيه. اتفضل. عصير إيه ده؟ فراولة. غريبة، يعني أنت عصرتي خدودك؟ لا، هي عصرت نفسها كلها لأنها كلها على بعضها فراولة. طب اكتفيتوا بقى من الهزار انتوا الاتنين؟ ممكن تاخدوا الكوبايات علشان أمشي؟ ليه بس يا قمر؟ خليك واقفة معانا شوية. حطت طيبة الصينية كلها وسابتهم ومشيت. فقربت يارا من مالك ورامي. لسه عجباكم الخدامة دي؟ بصراحة قوي، قالها مالك. فرامي ضحك وقتها. أيوة طبعا، بس مش لاقيين طريقة نوصل لها بيها. ولا مليون طريقة، لأنها بقى معاها الأحسن منكم كلكم. مين الأحسن بقى؟ مفيش هنا حد أحسن منا. لا، هي فعلا معاها الأحسن. أيوة، مين يعني الأحسن ده؟ مين اللي وقعها؟ للأسف هي اللي وقعته، حضرته. أوبا، قصدك راشد بيه؟ لا يا خفيف، قصدي أشهب. إيه؟ انت بتقولي إيه؟ أشهب بجد؟ لا ده انت أكيد بتهزري. لا أنا مش بهزر، هو اتجوزها. يا ابن اللعيبة يا أشهب، يعني كان بيبعدنا علشان يفضلوا الجو معاها. أيوة بس إزاي اتجوزها وإزاي بتخدم على الناس؟ لا وفي حاجة كمان، اتجوزها إزاي وانتم مخطوبين وانت عارفة بجوازه ومساكته؟ ومين قالك إني هسكت أصلا؟ بس الصبر. عموما هو معاه حق، أنا من أول مرة شفتها فيها وأنا هتجنن عليها، ما بالك هو بقى 24 ساعة قدامها. على فكرة بقى انتوا رخمين، وأنا غلطان إني بتكلم معاكم، انتوا ما بقيتوش تراعوا مشاعري حتى. وبعد شوية دخلت طيبة المطبخ علشان تودي الكوبايات الفاضية، وأول لما دخلت ما لقيتش أي حد، فبصت حواليها باستغراب. إيه ده؟ هو محدش هنا؟ الشيف سليم راح فين والباقيين كمان؟ وأخيرا بقينا لوحدنا. يارا؟ قصدك يارا هانم يا خدامة، يارا اللي انت خطفتي حبيبها. هو انت لسه مصدقه اني خطفته؟ هو اللي اتجوزني غصب عني، وبعدين حتى لو نفترض اني خطفته منك، لو بيحبك بجد ما كانش هيسيبك. حتى لو عملت حيل الدنيا كلها، اللي بيحب بجد مش بيقدر يبعد عن حبيبه. هو بيحبني، بس انت اللي بعدتيه عني، انا ما بعدتش حد، وكفايه بقى لحد كده. لا بعدت أشهب ولا بعدت هدي بيه عن شهيرة هانم. ليه أنا الجزء الوحش في كل الحكاية؟ أشهب اتجوزني تحت التهديد، وهدي بيه كان بيضغط عليا وأنا ما عملتش أي حاجة. كنا مبسوطين قبل ما تيجي، جيتي وأخدتي كل حاجة حلوة وسرقتي حبيبي. افهمي بقى، أنا ما سرقتش منك حاجة. في الوقت ده قربت يارا منها وضربتها بالقلم. لا سرقتي، وشعرك الطويل ده لازم يتقص. طلعت يارا مقص من شنطتها وقربت منها بخوف. انت هتعملي ايه؟ اوعي تقربي مني. هقصلك شعرك ده، هخليكي من غير شعر خالص. لا ابعدي عني يا أشهب، انت فين؟ محدش هيسمعك ولا حد هينقذك من تحت ايدي، كلهم مشغولين في الحفلة. تعالي. شدت طيبة من ايديها على قد ما تقدر، لكنها معرفتش توصل لشعرها. ولكن في اللحظة دي المقص عور طيبة في ايديها، فصرخت بألم بسبب الجرح. وبعدين زقت يارا وجريت على الحفلة. جريت يارا وراها علشان تلحقها، لكن طيبة قدرت توصل لأشهب واستخبت ورا ظهره. طيبة في ايه اللي عورك بالطريقة دي؟ مالك؟ قربت شهيرة في الوقت ده والغضب مرسوم على ملامحها. انتي يلا غوري على المطبخ بسرعة، الضيوف هتلاحظ. لا مش هروح المطبخ، ابوس ايديكي يا أشهب، بينقذني من يارا، عايزة تقص شعري، انا اتعورت وانا بحاول ابعدها عني. ما تخافيش يا طيبة، انا معاكي،
أشهب ابعد عن البنت دي وخليها تدخل، الضيوف ممكن تشك في علاقتكم. لا أرجوك يا أشهب، لو دخلت هتقص لي شعري، أبوس إيديك يا شهيرة هانم. أشهب البنت دي كدابة، يارا بنت ناس ومستحيل تعمل كده. لا يا شهيرة هانم أنا والله مش بكدب. جت يارا في اللحظة دي ووقفت قدام الكل. أهلا بضيوفنا الأعزاء، في خبر حابة أقوله بتمنى الكل يسمعه. أشهب بيه صاحب الحفلة اتجوز، بس مش مني. شهيرة قربت من يارا وقتها. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ وقفي المسخرة دي بسرعة. مش هوقف حاجة، لازم الكل يعرف ان أشهب بيه لكل الناس بتتكلم عنه عن أملاكه ونفوذه اللي واصلة لكل حتة. سابني أنا يارا هانم بنت الحسب والنسب واتجوز الخدامة. لا وهقول كمان ان نفس البنت دي اخدت جوز شهيرة هانم منها. الناس من حقها تعرف كل ده. يارا ما تخليش الغيرة تعمل فيكي كده، بلاش الكلام ده قدام حد. لا انا هقول. شهيرة مسكت ايد يارا من ايديها غصب عنها علشان تدخلها جوه وما تقولش اي حاجة، لكن يارا شدت ايديها وزقت شهيرة وقعتها على الارض. في الوقت ده قرب أشهب بسرعة من مامته وساعدها انها تقف، وبعدها بص ليارا بعصبية. يارا انت ازاي تتجرأي تعملي كده في ماما؟ مش يمكن لما اعمل كده في مامتك تحبني؟ اطلعي برا، مش عايزة اشوف وشك تاني، يلا برا. مش قبل ما اقول للناس كلها انك اتجوزت الخدامة الحقيرة اللي وراك دي. صدقيني مفيش احقر منك هنا، وطيبة مش خدامة، دي مراتي. قرب أشهب من يارا في الوقت ده واخدها غصب عنها وطلعها برا الفيلا، ورجع تاني ووقف قدام ضيوفه. الكل دلوقتي بقى عارف انا متجوز مين، اللي مش عاجبه يتفضل يمشي، لاني اعتقد دي حاجة تخصني انا. قرب راشد منه وقتها وهو بيطبطب على كتفه. مستر أشهب دي حرية شخصية، وانا مش هربط الشغل بده اكيد. انت تتجوز اللي انت عايزه، واعتقد ان الحفلة انتهت، انا همشي. شكرا لتفهمك، اتفضل. وبعد انتهاء الحفلة كان قاعد أشهب مع طيبة وهو بيربط ايديها. الجرح وجعك؟ لا مش بيوجعني. تمام، انا ربطته كويس، هيخف ان شاء الله وهتكوني كويسة. انا اصلا كويسة الحمد لله. شهيرة هانم اكيد زعلانة من اللي حصل، مش كده؟ هو انا السبب في حزنها؟ انا اللي نزعت استقرار البيت، مش كده؟ مش انت يا طيبة، اكتشفت ان استقرار البيت منزوع من زمان. بابا كان راجل كويس جدا، بس في مرة بقى بيكره الشركة ومش حابب يروحها، وانا وقتها خلصت جامعة واستلمتها منه وبقيت مكانه، لدرجة ان محدش بقى مهتم بوجوده. بقيت انا صاحب كل حاجة، وبابا فاضي بس للبنات، يسيب دي ويروح لدي وانا لم وراه. وماما كمان غلطانة لانها اهملت كتير مع بابا، كان همها صحابها وخروجاتها وبس. البيت اصلا كان متدمر تقريبا. ان شاء الله يرجع احسن من الاول. دلوقتي انت اعترفت قدام كل الناس اللي موجوده في الحفله اني مراتك، ليه عملت كده؟ هو انت مش كده برضو؟ مش انت مراتي؟ بس انا كان قصدي. خلاص، انا مش حابب اتكلم في اي حاجه تانية. اوعدك اني هجاوبك على حاجات كتير بس في وقت تاني. انا عايزه انام دلوقتي، ممكن؟ طبعا ممكن. تاني يوم طلع أشهب على شركته وقعد في مكتبه وبدأ يباشر عمله. وقدام الشركة تحت كانت واقفة أم مريم ومعاها أحمد بابا طيبة على الكرسي المتحرك. أم مريم، أنت متأكدة إن دي الشركة؟ أيوة طبعا يا عم أحمد. يعني أشهب هيعرف فين مكان بنتي طيبة؟ أيوة طبعا، أنا لما رحت سألت في الفيلا الشغالة اللي اسمها شيماء قالت لي أشهب هو اللي يعرف مكانها. بس بقولك إيه، استنى بس هنا كده كام ساعة لأنهم مش هيرضوا يدخلوك جوه، وبعد ما يخلص شغله هو هينزل. حاضر، هستنى وأمر الله. وبعد كام ساعة نزل أشهب ولسه هيركب عربيته، لكن أم مريم جريت عليه. أشهب بيه، أشهب بيه أرجوك استنى لو سمحت. أهلا، ازيك يا أم مريم؟ في حاجة؟ بصراحة أيوة، شايف الراجل اللي قاعد على الكرسي المتحرك ده؟ أيوة، عايز مساعدة؟ اتفضلي خد اديله الفلوس دي. لا يا بيه، هو مش عايز فلوس ولا مساعدة، هو عايز يعرف مكان بنته فين. بنته مين؟ طيبة بنته، البنت الشغالة اللي جبتها لكم من فترة. بعد أشهب عن عربيته وقرب من بابا طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك أشهب بيه؟ أيوة أنا. أبوس إيديك يا بيه، بنت طيبة كانت بتشتغل عندكم، مع إني والله كنت معارض الشغل ده، بس هي عنادية وصممت تشتغل عندكم. قالت لي هتسافر شهر مع شهيرة هانم صاحبة الشغل، ودلوقتي بقى لها 2.5 شهور ومعرفش عنها أي حاجة من آخر مكالمة. أبوس إيديك يا ابني لو تعرف مكانها قول لي، طمني على بنتي عاملة إيه. ما تخافش، بنتك كويسة جدا، يعني هي بخير الحمد لله. بنتي متعلمة ومعاها كلية كويسة، بس هي نفسها تعمل أي حاجة علشان تشوفني بمشي من تاني. زي ما انت شايف كده أنا قاعد، وهي بتشتغل علشان تصرف على علاجي وكمان على البيت. ما تقلقش، هي بخير الحمد لله.
طيب ممكن اشوفها لو هتسيبها بس تنزل اجازة يومين، عايزة اطمن عليها انا وامها، ويبقى كتر خيرك يا ابني. اكيد طبعا هسمح لها تاخد اجازة، وهي كمان نفسها تشوفكم وتطمن عليكم. شاور اشهب لمؤمن اللي قرب منه. مؤمن، خلي السواق يوصل عم احمد وام مريم على البيت. شكرا يا ابني. العفو، اتفضلوا يلا اركبوا العربية. وفعلا ركبوا العربية. أما عن أشهب ركب عربيته ومشي هو كمان، وهو في العربية كان قاعد مع نفسه وبيفكر، فقال ما بينه وما بين نفسه: معقول تبقى كانت هتتجوز بابا علشان علاج باباها؟ أنا مش فاهم، يعني هي دي أمنيتها ولا هي كانت عاوزة تبقى غنية علشان تصرف على أهلها؟ أنا مش هلاقي إجابة لأسئلتي غير مع بابا، بابا وبس. روح أشهب البيت، وهناك ما حاولش يتكلم مع طيبة ولا يقول لها إنه شاف باباها، وكتم على الموضوع. تاني يوم طلع أشهب على شرم الشيخ لباباه، فكان قاعد هادي في اليخت بتاعه. وصل أشهب بعد شوية وقعد جنبه. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ تمام. بابا، انت كنت عاوز تتجوز طيبة ليه؟ عادي، بنت حلوة وصغيرة ومش نكدية زي امك، ولا مامتك علشان شهيرة هاني ما تقولش عليا بلدي، مش ده كلامها ليا طول الوقت؟ بابا، انا عارف ان ماما كمان غلطت، بس ما كانش لازم تعاقبها كده، ما كانش لازم تفكر تتجوز عليها بنت اصغر من ابنك. انت جاي عايز مني ايه دلوقتي؟ ايه اللي جابك؟ عاوز اعرف امنية ايه اللي خلت طيبة توافق تتجوزك؟ يعني انت جاي من مصر لشرم الشيخ علشان تعرف بس الامنية ايه، وانا اللي فكرت ان امري يهمك وجاي تطمن على ابوك؟ هو انا بجد ما فرقش معاكم وفعلا مجرد نكرة في حياتكم؟ ما تقولش كده يا بابا، انت مهم جدا بالنسبة لي انا وماما، واحنا بنحبك قوي. انت ما شفتش ماما هتموت عليك ازاي؟ انا عارف انها اهملت في علاقتكم، بس هي ما حبتش قدك. كلنا بنحبك، بس للأسف مش عارفين نعبر بالحب ده، وانت كمان بتحب ماما، وانا عارف انك بتحبها، وممكن كمان اساعدك ترجع لها، وصدقني هتوافق ترجع لك لانها بتحبك قوي. ترجعني ليها علشان نتعب بعض من تاني، خلينا بعيد احسن. ولو جاي علشان تعرف انا عرضت ايه على طيبة علشان توافق تتجوزني، فانا عرضت عليها اللي محدش قدر يعرضه. قلت لها اصفر ابوها يعمل عملية في ألمانيا علشان يقدر يمشي من تاني، وهي وافقت على طول، وهي دي امنيتها، انها كانت تشوف ابوها يمشي من جديد. يعني هي وافقت تتجوزك علشان كده؟ يعني هي ما كانتش طمعانة في فلوسك؟ يعني ما كانتش عاوزة تبقى هانم، بس كان نفسها بس تشوف ابوها بيمشي على رجليه؟ شكلك حبيتها يا اشهب، وهو الحب شفته في عيونك اهي، وده دلوقتي يخليني ما ازعلش انك اتجوزتها. بجد يا بابا، يعني انت مش زعلان مني؟ اتمنى ان انت اللي ما تكونش زعلان مني. انا تعبتك معايا كتير قوي يا ابني، حملتك مسؤولية الشركة وانت في سن صغير عشان انا افضل ماشي العيال اللي مش لايقة على سني ولا حتى مركزي. انا عارف اني خليتك انت ابويا وانا ابنك، بدل ما اقدم لك النصيحة بقيت انت اللي بتقدمها لي. انا اسف يا حبيبي، اسف على تقصيري في حقك، ووعد مني اني هتغير وهبقى الاب اللي تفتخر بيه. اتمنى انك تتغير بجد يا بابا، مش علشاني، علشان نفسك. طب تعالى في حضني يا حبيبي. قال كده وحضنوا بعض هما الاتنين. انت وحشتني، وحشتني قوي يا ابني، وانت كمان يا بابا، بقالك كتير ما اخدتنيش في حضنك كده. فضلوا وقتها في حضن بعض، وبعد وقت اتكلم هادي: هي طيبة عاملة ايه دلوقتي؟ لسه مزة زي ما هي؟ وبعدين يا بابا، دي بقت مرات ابنك دلوقتي. طب ما تتعصبش كده، انا عارف انها مرات ابني، وشايف كمان ان ابني بيحبها قوي، بس لو بجد بتحبها حقق لها امنيتها ووفي بالوعد اللي انا ما وفيتهوش. حرام احنا الاتنين نظلمها. معاك حق يا بابا، وهو ده اللي كنت بفكر فيه، لازم اعوضها عن الاذى اللي سببته لها الفترة اللي فاتت. انا همشي دلوقتي، بس خليك فاكر ان في ست اسمها شهيرة بتحبك قوي ومستنياك ترجع في اي وقت. ان شاء الله هحاول. مشي اشهب من عند باباه، وفي الفيلا كانت قاعدة شهيرة في الجنينة وبتبص على صور هادي في التليفون وبتعيط، فشافتها طيبة من البلكونة، نزلت لعندها وقربت منها. شهيرة هانم، انتي بتعيطي؟ ايوه بعيط بسببك، انتي اللي اخدتي جوزي مني، ودلوقتي اخدتي ابني اللي ما كانش بيهمه حد في الدنيا كلها قدي، دلوقتي بقيت انتي اللي بتهميه. ما تقوليش كده، انا ما اخدتش حد، وبعدين اشهب بيه عمره ما حب حد قدك. اساليني انا اللي اتعذبت وعارفه، وبعدين هو اتجوز من واحده بيكرهها علشان يرضيكي. انت لو اشهب ما كانش اتصرف واتجوزني كان زمان هادي بيه اتجوزني، مفيش مقارنه ما بيني وما بين حضرتك. انت هانم وانا مجرد خدامه. طب ليه عملتي كده؟ ليه خطفتي جوزي مني يا ابو ابني؟ ليه؟ كنت عاوزه فلوس كان ممكن اديها لك، بس كنت تبعدي. الفلوس دي آخر حاجة فكر فيها، صدقيني. أنا وافقت علشان أبويا اتعرض لحادثة خليته إنسان قاعد مش بيتحرك، الدكتور قال لي ممكن يرجع يمشي من تاني،
بس بعملية، والعملية دي غالية قوي وهتتعمل في ألمانيا. لما هادي بيعرض عليا إنه هيعمل العملية لأبويا، أنا رفضت أخون حضرتك، بس لما لقيت إن بابا بقى بيحس إنه عبء عليا أنا وماما ما استحملتش ده. صدقيني عملت كل ده علشان أشوفه بيمشي، بس زي ما حضرتك شايفة كل حاجة راحت وتعاقبت على خيانتي ليكي. أنا عارفة إني ما شرفكمش لأني خدامة، علشان كده اطلبي من أشهب بيه يطلقني ويخليني أروح لحالي. للأسف يا طيبة مش هعرف أقوله كده، لأن ابني بيحبك، حرام أحرمي من حبه. إيه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ أيوة، أشهب بيحبك، علشان كده خليكي معاه، ما تسيبهوش، خليكي جنب منه. أنا عرفت قيمة يعني إيه تحب حد ويبعد عنك، وأنا مش عاوزة ابني يحس بألم البعد زيي، فما تبعديش عنه. أنا بتمنى حضرتك تسامحيني، مش مهم أسامحك ولا لأ، المهم إنك ما تجرحيش ابني وإنك تساعديه على قد ما تقدري، لأنك لو زعلتي أنا عمري ما هسامحك بجد، لأن أشهب أغلى حاجة في حياتي. قالت كده فسابتها شهيرة ودخلت على جوه، وطيبة حطت إيديها على قلبها في الوقت ده. يعني أشهب بيه بيحبني؟ يعني حتى شهيرة هانم عرفت وكمان عاوزاني أكمل معاه؟ أنا بحلم ولا ده حقيقة؟ عدى يومين وأشهب مرجعش البيت من ساعة ما كان في شرم الشيخ، وطيبة كانت قلقانة عليه جدا. وفي يوم رجع أشهب البيت وقابل شهيرة. أشهب، أنا عارفة إنك بتحب طيبة، وأنا ما عنديش يا ابني مانع إنك تكمل معاها، في النهاية مفيش بنت أجمل منها تستحق تكون ليك. ماما أنت بتتكلمي بجد؟ أيوة يا حبيبي، أنا اكتشفت إن كلنا واحد، مفيش حد أعلى من حد. صحيح طيبة بنت بسيطة، بس رغم كل اللي عملته فيها عمرها ما قلت أدبها معايا زي يارا بنت صاحبتي ما عملت فيا. أنا كنت زي مامتها لكن زقتني قدام كل ضيوف في الحفلة. خلاص يا ماما انسي يارا، أنا أصلا عمري ما حبيتها، أنا وفيت بيها بس علشان خاطرك انتي، لأنك أغلى حد في حياتي كلها، أنا من غيرك يا ماما ولا حاجة. قال كده ومسك ايديها وبسها وقتها، فنزلت طيبة في اللحظة دي وهي كلها لهفة، بقالها يومين ما شفتهوش ولا تعرف عنه أي حاجة. وأشهب أول لما شافها رفع راسه وبص في عيونها فلمح شوقها ليه، فابتسم ليها وقتها، وهي كان نفسها تتكلم معاه لكن كسوفها منه ومن مامته كان منعها. اتحرك أشهب وقرب منها. أنا آسف لو أذيتك بجد، آسف يا طيبة، أنا كمان آسفة لأني بوظت لكم حياتكم وأنا ما كانش قصدي. خلاص اللي حصل حصل، أنا حاسس إن حياتي بقت أحلى بوجودك معايا. صحيح أنا هعمل حفلة كبيرة بس بعد شهر إن شاء الله. بمناسبة إيه الحفلة دي يا أشهب يا حبيبي؟ هتعرف يا ماما لما تتعمل. ومرت الأيام وجه يوم الحفلة. طلعت شيماء بفستان أبيض جميل لفوق وقربت وقتها من طيبة، أشهب بيبعتلك الفستان ده علشان تلبسيه للحفلة. أيوة جميل، مالك مش مبسوطة ليه؟ انبسط ازاي وانا بعيدة عن اهلي كل المدة دي وما اعرفش عنهم اي حاجة، ولا هم يعرفوا عني حاجة غير مرة واحدة بس بابا جه هنا فيها. وبعدين أشهب بيه جايب لي فستان ابيض زي العروسة، وهو لحد دلوقتي ما قاليش انه بيحبني اساسا. يعني معقول الحفلة دي فرحنا من غير ما يقول لي بحبك؟ طب ازاي؟ وكمان ازاي هتجوز واهلي مش معايا؟ هو انت مجنونة يا بنتي؟ كل نظرة منه بتقول انه بيعشقك. نظرة؟ هو انت جاية تضايقيني؟ بجد يا شوشو لازم يقول انه بيحبني، لازم اسمعها منه. طب البسي بس دلوقتي وبعدين نبقى اسمعيها. حاضر هلبس، بس برضه مش هتجوز غير لما اهلي يجوا. يا بنتي انت هبلة، انت اصلا مراته، يلا خلاص البسي. لبست طيبة فعلا الفستان وكانت ملكة جمال فيه. فدخل أشهب وقتها وشافها وقرب منها بابتسامة وهي كانت مكشرة. في قمر بيكشر كده، ابتسامتك دي سبب وقوعي، ابتسمي خلي ابتسامتك دي تملى الدنيا كلها حب. أشهب انت ملبسني الفستان ده ليه؟ علشان ممكن اتجوزك النهارده، بس انا متجوزاك اصلا. اي جواز بتتكلمي عنه؟ ده الفتره اللي فاتت كلها انت كنتي زي اختي، فين الجواز بقى اللي بجد؟ هو ايه؟ هو لا، تعالى اقولك في ودنك علشان ما حدش يسمع. قال كده ووشوشها في ودنها. على فكره ما انت قليل الادب. نعم قلتي ايه؟ عيديها كده تاني. اسفه ما كانش قصدي. ابتسم أشهب على خوفها وقتها. طب يلا ننزل يا قمر. أشهب طالما هنتجوز بجد أنا كنت حابة ماما وبابا وإخواتي يكونوا موجودين. أكيد طبعا، ليه لأ، يلا ننزل بس الأول. نزلوا على تحت وكانت الحفلة في الجنينة. الجو كان جميل جدا وما كانش موجود غير الأقارب والأصدقاء. فقرب رامي ومالك وقتها منهم. مبروك يا صاحبي، عرفت تنقي بصراحة. مبروك يا عم، يا بختك، عروستك حلوة، عقبالنا يا رب. انتوا عارفين انتوا الاتنين لو ما لمتوش نفسكم آخركم معايا طلقة من الغفير. ضحك رامي وقتها على كلامه. لا يا عم خلاص، وبعدين دي مرات أخونا، مبروك بجد. سلم أشهب عليهم وأخدهم بالحضن.
الله يبارك فيكم، أكيد طبعا انتوا اخواتي، عقبالكم. بعد كده بص لمامته وقتها وقرب منها. أول مفاجأة النهاردة هي ليك يا ماما، تعالى. ظهر أشهب وقتها وقرب منهم. ماما، المسامح كريم وبابا ندمان ومش هيعمل كده تاني. لا أنا مش هسامح. لا بقى، اتصرف انت، قول كلمتين حلوين، يلا اعمل جو كده. لا هي مش هتسمع الكلام، انا عارف دماغها ناشفه بس مش على حبيبها. ومين قالك بقى انك حبيبي؟ اصلا انت كنت هتتجوز عليا البنت الخدامه دي. في ايه بس يا شهيره هانم؟ ما انت كنت كويسه. اخرسي، كله بسببك انتي. ماما دلوقتي هي عروستي، وبعدين مش انت نسيتي كل حاجة وحصل خير والمفروض بقى النهاية سعيدة. اهدي كده، الراجل كيلك وهو ندمان وكله عشم انه هيرجع لك وانت ترجعي له، فصلى على النبي كده. وكل اللي هنا عارفين انك بتموتي فيه. جو اتقال ده مش وقته خالص، سامحيه وبعدين اتقلي براحتك. يعني هو حابب يرجع لي؟ ايوه يا شهيرة، حابب ارجع لك، ده احنا 10 سنين وانت حبيبتي وحياتي ومبني الوحيد اللي ما عندناش اغلى منه. سامحيني وانا وعدك اني مش هعمل اي حاجه تزعلك مني تاني. وعد؟ وعد طبعا، مش هعمل اي حاجه تضايقك، وبعدين انا مش هلحق اعمل حاجه. الواد ده هيجيب لنا احفاد صغيرين بقى نربيهم انا وانت ونلعبهم. احلى كلمتين دول ولا ايه؟ شفتي، عايزين احفاد، اتجدعني معايا بقى عشان بعد 9 شهور نجيب لهم اول واحد. ضحكت طيبه وقتها بكسوف على كلامه. خلاص ماشي، مسامحاك حبيبتي، عمري ما هزعلك تاني ابدا، ربنا يبارك لي فيكي. بقولك ايه، ما تيجي اقولك كلمتين على الانفراد. انفراد ايه يا شقي؟ اوعى تتحرك من مكانك، ده اليوم يومي. لا دول كلمتين بس، لا معلش ده وقت الحفلة للأسف، بس دي كانت مفاجأة ماما، جاي الدور على مفاجأتك انتي. اتفضلوا. جت صفاء في الوقت ده واخوات طيبة، واول لما شافتهم جريت عليهم واترمت في حضنهم. وحشتوني، وحشتوني قوي يا ماما. وانتي كمان وحشتني قوي يا بنتي، مبسوطة قوي اني شفتك وبخير. اسفة يا ماما، بس الفترة اللي فاتت كانت احنا عرفنا كل حاجة يا حبيبتي. اشهب جالنا البيت وحكالنا كل شيء، وكمان طلب ايدك من ابوكي وهو وافق. بجد؟ قالت كده وبصيت لأشهب ورجعت بصيت لها. ما قاليش يعني انه راح لكم، بس مش مهم، المهم انكم وحشتوني قوي. امال فين بابا؟ انا هنا يا حبيبة بابا، قالها وهو واقف وراها. فلفت طيبة واتصدمت اول لما شافت باباها واقف على رجليه. بابا؟ بابا انت واقف على رجليك ولا انا بيتهيألي؟ لا يا حبيبتي، انا واقف على رجلي، تعالي. جريت طيبة عليه وفضلت تعيط لدرجة انها خلت كل اللي موجودين في الحفلة يبصوا عليها بحزن. بابا، بابا انا مش مصدقه اني شايفاك واقف. الحمد لله، الحمد لله يا رب، انا النهارده اسعد انسانه في الدنيا كلها. ما عدتش عاوزه اي حاجه تانية خلاص من الدنيا غير اني اشوفك واقف وبتمشي على رجليك. انت بتمشي صح؟ قول يا بابا. ضحك احمد وقتها وهو بيبوس جبينها. ايوه يا بنتي، واقف على رجلي وبمشي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا رب، شكرا يا رب، شكرا. بس انت عملت العملية ازاي يا بابا؟ هادي بيه كان مجهز لي الورق واللي سفرني أشهب، وهو اللي تابع مع الدكتور من هنا. لفت طيبة وقتها وجريت على أشهب بلهفة. شكرا، شكرا ليك بجد، كنت صادق في كل كلمة من كلامك. أنا عارف إن نيتك كويسة، بس في ناس وراكي تقريبا هيموتونا بنظرتهم. مش مهم، دلوقتي انت زي بابا وانت كمان زي بنتي. اهدي بقى وبطلي عياط، النهارده فرحك، امسحي دموعك وما تبقيش نكديه زي حماتك. انت بتقول ايه يا هادي؟ هي طول تبقى قمر زيك انت يا جميل. ابتسمت وقتها شهيرة وطيبة مسحت دموعها وقتها وقربت من أشهب. انا لو فضلت اشكرك طول عمري بجد مش هيكفي. تشكرني على ايه؟ انا حاولت اعوضك عن اي حاجه عملتها معاكي، ما لقيتش غير اني حققلك امنيتك. انا عاوز اعترف لك بحاجه. قول. انا بحبك، بحبك قوي يا طيبه. وانا كمان بحبك، بحبك حتى قبل ما تعمل اي حاجه ليا. انا حبيتك بجد وانت كنت قاسي عليا، فما بالك دلوقتي؟ حب ليك ما يتوصفش. وانا بحبك من اول مره شفتك فيها، بحبك قوي يا طيبه. انا قلت لبابا انك ممكن تبقي سيده القصر، بس انتي خلاص من دلوقتي بقيتي سيده قلبي. بحبك، بحبك قوي. وانا كمان بحبك، بحبك قوي قوي يا أشهب. وفيكي حتة طفولية بتخطف روحي وتجيبني، يا ورد لو أطفوا ليا ألاقي الورد يعاتبني. عيونك في الوداع أمي، وقربك في اللقا ابني، وحسك بس في الدنيا ونس وصحاب وتحويشة. يا سر إني لازلت سعيد وصابر لسه على عيشة. سعيد يومك يا مولاتي، يا صبح وطل في حياتي. شجر زهران أمل ممدود، هوا عابر ندى في ورود، جمال ودلال هدوء وشرود، وكل
كله في الخيال موجود، وكله في اللقا وارد. بحبك يا غزال شارد، يا متربية عفة وذوق، تبصي لفوق وإيه يعني ما حقك تبقي بصة لفوق. ما دمت معاكي خدي راحتك، وطيري واجري في مساحتك، فصوص ألماس تراب تحتك، وقلب الناس رصيد مسروق. ما بعد سنين من التوهة ومن قلة أمل خدني، يشاء ربك يعوضني، وتيجي حياتي تمليها أمل وحنان. يا أجمل خطوة ببدأها، يا قصة مش مصدقها لحد الآن. لما سألتي بحبك ليه ما لقيتش كلام أصلا يتقال. شوفي لو اتجمع شوق وجنان وأدب وحنان وسلام وأمان، كان لازم أحبك من ساعة لما قابلتك. من عنده حضور زيك يا جميل، من قلبه يساع، من باله طويل، من يخطف قلبي اللي أنا حاطط على بابه قفال. كان دايما في حاجة ما اتظبطتش، كان دايما في إحساس ناقص، ولأني محبكها زيادة وبحب الشيء يبقى مثالي، قلت هكمل وحدي ويمكن تحصل زي ما هي في بالي. أول ما قابلتك بالصدفة قلت تعالى، قلت تعالى، شرفتي حياتي ونورتي وحجزتي مكاني، ودخلتي الدنيا وغيرتي في عيني الألوان. بالظبط اللي أنا عايزه لقيته، واحدة تكون للواحد بيته، وقابلني جنانك حبيته. ودي مش شخصيتي ولا طباعي، سميت أيامي بلا وجودك أيام متعادة وبلا داعي. حبيتك ليه وده برضه كلام، يا نصيب الحال يا فرح الخير. لأول مرة أكرر شيء ولقيني أصبت. أيوة بحبك ومفيش أسباب، دنيتي قبلك مكتوبة غياب. مرتاحلك وكأني اتربيت أنا وانتي في بيت واحد والباب في الباب. وكفاية إنك قبل عيوبي وأنا فيا عيوب علشان هتساب. كونك قبلاني دي تتشل وجميل على الراس، وكفاية إنك عارفة وقلتي حباك وخلاص. وأنا